طبعا كلام كتير جدا على رمضان صبحي والزمالك، وانه الزمالك عايز يضم رمضان صبحي باي شكل. طبعا صفقه قويه، رمضان صبحي لعيب كبير جدا خد بالك، ورمضان صبحي الناس بس يعني دايما في تحفظ عليه لانه من وقت مشكلته مع الاهلي وراح بيراميدز، وبيراميدز مش نادي جماهيري بس نادي كبير فنيا بصراحه، وامكانيات رمضان صبحي ضخمه في نادي بيراميدز. واوعى تصدق اللي بيقول اصله الناس في بيراميدز مش عايزه رمضان صبحي، اصله الناس في بيراميدز شايفه ان الفرق احسن من غيره، هو عبد الله السعيد وكده. التقيله اللي فيها بيراميدز دلوقتي من الاسماء دي ومن اللعيبه دي اللي اضافت الحقيقه لبيراميدز كتير. الكلام انه الزمالك شغال على رمضان صبحي وانه بيجهز له حتى اعلانات تلفزيونيه عشان الجاب اللي في قيمه التعاقد يعوضوه والكلام ده، بس اللي انا وصلني ان رمضان نفسه مش عايز يروح الزمالك، رغم انه في الوكلاء والوسطاء والكلام ده في كلام رايح جاي، بس هو نفسه عنده 100 حسبه في دماغه ولسه عنده امل يرجع الاهلي. يعني حتى هذه اللحظه لسه عنده امل. اللي بقول لكم عليه ده على فكره معلومات من اقرب الناس وهم بيتكلموا، يعني لسه عنده امل انه يرجع النادي الاهلي. وانا امبارح وانا بتكلم مع المهندس عادلي بصراحه لقيت الباب مش مقفول 100%. يعني لو جيت تحلل الكلام الباب مش مقفول 100%، يعني ممكن يكون في كلام يعني حتى لو مش السنه دي، بس الباب مش مقفول 100%. ورمضان لعيب كبير ولعيب صغير ولعيب يدي 10 سنين كمان، ورمضان عنده مميزات انه لعيب ملتزم جدا خارج الملعب، انه لعيب لياقه بدنيه عاليه جدا، قوه جسمانيه عاليه جدا، مهارات ضخمه جدا، سرعات، يعني عنده امكانيات عاليه جدا جدا جدا. اعتقد انه هيبقى اضافه، سواء لو راح الزمالك هتبقى قوه ضخمه جدا للزمالك، او لو موضوع الاهلي اتحل بالنسبه له، او حتى استمراره مع بيراميدز، ان رمضان يضيف الحقيقه كلاعب في اي مكان.